بالفيديو السابق شاركت معكم رحلتي من ألمانيا إلى سوريا عن طريق مطار بيروت، واليوم حابب أخبركم عن رحلة العودة من سوريا إلى ألمانيا كمان عن طريق مطار بيروت، ورح شارك معكم كيف كان الطريق والحدود والمطار خلال هالرحلة. أول شي بالنسبة لرحلة الطيران، أنا كنت حاجز من قبل ذهاب وإياب من ألمانيا إلى لبنان وبتكلفة حوالي 900 يورو، وبصراحة هذا السعر غالي كتير، ونصيحة مني إذا بتقدروا تحجزوا التيكت من مكاتب السفر بسوريا بيطلع سعره أرخص بكتير. فقبل موعد الطيران ب3 أيام اتفقت مع الشوفير ياخدني من دمشق إلى مطار بيروت، والتاكسي كلفني $100. وهون بحب أنصحكم إنكم تسألوا الشوفير عن وضع الحدود وعن سيارته إذا كانت مثلا مكيفة وجديدة، لأن الطريق إلى لبنان كله طلوع، ولهيك بيلزم سيارة قوية، وكمان ما رح تقدروا تتحملوا الشوب في حال كانت السيارة بدون تكييف. ومدة الطريق من دمشق إلى مطار بيروت كانت تقريبا 4 ساعات، والأفضل تطلعوا قبل موعد الطيارة ب5 ساعات احتياطا مشان إذا صار في عجلة على الحدود أو عطل بالأجهزة. ولا تنسوا كمان إنه الحدود السورية اللبنانية بتفتح الساعة 6 الصبح وبتسكر الساعة 12 بالليل. وبالطريق للحدود السورية كان في حواجز للأمن وللجيش السوري، وكان تعاملهم جدا محترم ومرقنا بسهولة. على الحدود المصنع السورية كان تعامل الموظفين كمان مريح وسهل، وختمنا بسرعة وضلينا ماشيين باتجاه الحدود اللبنانية. وبالحدود اللبنانية صرفت $12 على الليرة اللبنانية لحتى أقدر اشتري طابع مالي. هذا الطابع إجباري لازم تشتريه وتعطيه لموظف التختيم اللبناني لحتى يسمح لك بالعبور. وفي نقطة مهمة على الحدود اللبنانية، في حال كان معك جواز سفر سوري ومعك إقامة أوروبية، فلازم قبل ما تختم تروح على قسم التحقيق من الإقامات، وهنيك بياخدوا إقامتك الأوروبية وجواز السفر تبعك وبيتحققوا منهم، وبعد ما يخلص التحقيق بتقدر تختم. بعد ما خلصنا من الحدود اتجهنا على مطار بيروت، وقبل الدخول إلى المطار بدلت السيارة وطلعت بسيارة لبنانية لأنه السيارات السورية ما بيسمحوا لها توصل للمطار. وبمطار بيروت كان في عجقة بشكل مو طبيعي على التسليم الشناتي والتفتيش والتختيم. ضليت تقريبا أكثر من 2 ساعة لحتى خلصت، وبعد تعب طويل دخلنا على الطيارة، ومدة الطيران كانت تقريبا 4 ساعات ونص. لهيك بنصحكم يكون معكم أكل ومي، لأنه الأكل والشراب بالمطار والطيارة غالي كتير. والحمد لله وصلت على ألمانيا بعد رحلة تقريبا 11 ساعة، وبالمطار بألمانيا كمان عملت تختيم واستلمت الشناتي، ولكن ما كان في عجقة ومشينا بسهولة. بالنهاية كانت الرحلة متعبة، بس الحمد لله وصلت بخير، وحبيت شارك معكم هالتجربة مشان تستفيدوا إذا ناويين تسافروا بنفس هذا الطريق. وإذا عجبكم الفيديو فلا تنسونا بلايك واشتراك.